لغاية الشارع. محمد اخوي يعني يمكن دخل البيت وطلع من البيت تاني بسبب تلفون، يعني ضربوا له تلفون، هو كان عنده تلفون خاص كان بيتكلم بيه. فعادة احنا في الحلة يعني زول بيكون عنده تلفون خاص يعني ما بتحب تزعج ناس البيت او حاجة زي دي، انت منزوي بعيد، فدي حاجة عادية انا بشوفها. فلما في محمد اخوي بدوا معاهم المشكلة فعايزين يرفعوه في العربية، اركب محمد رفض، يا جماعة في شنو؟ فبدوا معاه بالضرب. انا اللحظة دي جيت جاي من هناك سمعت صوت يعني كوراك وكلام زي ده، وحتى سمعت صوت حريم. آه بدت المشكلة هنا، والعساكر نزلوا من العربية بدوا يضربوا من طرف يعني. ما كان في زول غريب غير الجيران وناس البيت يعني. لو قلت لكم في زول من برا جاي شايل سيخ او جاي شايل عكاز ولا حاجة زي دي ما ظنيت. فبدت المشكلة هنا تاخذ طابع يعني بتاع مشكلة بجد يعني. فأنا جيت من هناك مسرع جدا جدا، فحاولت انه السيطرة على الموقف. الضابط كان اهوج، وانا الضابط ما لميت فيه قدامي نسبة لظروف انه في واحد من العساكر لما فيني ومسك فيني من قميصي، وجاني واحد برضه مسكني من ورا لابس ملكي برضه لابس جلابيه وشايل عكاز. فالنفرين ديل انا حاولت اتلاقوا معاهم، حتى وقعت معاهم في الواطه كويس. ما كنت انا جاي بسبب مشاكل او شايل مشاكل في راسي عشان هو ضارب شرطه ولا حاجه زي، عايز انقذ الموقف ده عشان ما تحصل حاجه يعني تكون شينه يعني. فالناس اللي تمكنوا مني فسحبوني بعيد من مسرح الحادث اللي حصل فيه اغتيال الاخت عوضيه الله يرحمها، فسحبوني بعيد. فبدت المشاكل هنا. محمد كان بيتكلم مع الضابط، يا ما تضرب والسلاح ده يعني هنا في يعني في نساوين وفي اطفال ودي حي سكن، ما تضرب. الضابط كان مصر ومسك الكلاش فبيحاول انه يعني يفك الرصاص، وفعلا بدا يفك الرصاص يعني. انا يمكن قبال ما اصل العربيه من جريتي دي كان الرصاص اوريدي اتضرب يعني. فانا ساعد ابعدوني بعيد من الحته دي. حجم المشكله زاد وبدا صراخ البنات وبدا الحته دي. تقريبا في الحاله دي او في الوقت ده تحديدا الاخت كانوا اصيبت يعني، وانا كنت بعيد. فلموا فيني برضه نفرين من الناس ديل فاتمكنوا مني بالضرب والكلام ده، لغايه ما ضربت بعكاكيس في رجليني. تمام. ورفعوني في العربيه. العربيه دي يعني اتحركت وجات لغايه عندي هناك ورفعوني في العربيه، وبرضه بيضربوا فيني. العربيه تاني رجعت قريب لمحل الحادث. اظن كان في عسكري متخلف، فعلى ما اعتقد انه العسكري ده واحد من الناس اللي تخلفوا فعلا، وبسبب انه الوالده مسكت فيه يعني. كان بتقول له يا اخي انتوا قتلتوا بنتي وماشيين وين؟ هم ضربوا خلاص في الوقت ده الطلقه. الرصاص اتضرب يعني. فالوالده ماسكه فيه عشان يتخلص منه، والضابط كان بيكوري بيقول لهم اركب يا بوليس اركب يا بوليس. فما كان عنده طريقه غير انه يقوم يضرب الوالده بالدبشك ويكسر يدها ويضربها في جبهتها يعني. فجا جاري وركبه في العربيه، وفي نفس الوقت قاعد مارسوا معايا انا نفس البرنامج بتاع القمع ده لغايه ما انا وصلت للقسم بتاع الشرطه هناك. رفعوك يعني. انا ما عارف والله لغايه اللحظه دي انه في انسان متوفي ولا، وده الشيء اللي انا كنت خايف منه اصلا يعني. من اجله انا جيت جاري يعني، من اجله انا من البدايه يعني فضيت الشرطه دي واعتذرت بالضابط مشى يعني. انا ما كنت حسيت انه كان في شر من البدايه، ما كنت تصرفت التصرف الاول ذاك. المهم انا لغايه ما وصلت قسم الشرطه برضه كان في قسم من المجتمع برضه كان في نفس الممارسه دي. دخلوني الغرفه بتاع المباحث برضه كان بيمارسوا معي يعني. واحده من الضربات الموجوده في وشي دي برضه يعني واحده من العمل الاهوج يعني. بيجيك واحد اصلا ما عارف الحاصل بيلقاك جوا بيجي بيديك بنيه وبيطلع، بيجيك الثاني يطلع فيك، وبيجيك واحد يهاتبك بالسلاح وبيديك بنيه وشلوك. مسائل كده غريبه يعني. انا تعرضت للاشياء دي كلها، فالحمد لله ما كان في حاجه قدامي غير انه امسك في رب العالمين يعني. الحمد لله رب العالمين. تجاوزت الحاجات دي وصبرت، وكان الفرج من رب العالمين انه المسائل دي كلها يعني تكون في انه طلعت يعني. الاخوان وصلوا وقابلوا المسؤولين في القسم واتكلموا معاهم بشكل الحادث ده. فهم يعني ما كانوا عارفين انه انا ذاتي قاعد خاتني في غرفه ثانيه وبيتعاملوا معي التعامل ده. حتى انا وصلتهم وانا كانت دموم بتنزل مني. واحد من اولاد الجيران من مسابقة اخوي الصغير برضه هو جابوه، انا ما اعرف جايبينه لشنو. هو برضه يعني كان في حاله هستيريه شديده جدا جدا. فانا بساله انت مالك الحاصل شنو؟ فكان بيبكي وكان بيرتجف يعني من الخوف يعني. يقول لي الناس ضربوا رصاص، لكن انا ما كنت عارف انه في زول مات ولا حاجه زي دي. فلغايه ما تمكنت طلعته برا، وانا في اللحظه دي حسيت انه انا ما بقدر امشي. تمام.
فساعدني واحد من الضباط الملازمين يعني برضه يعني بذكره بخير يعني الله يزول كويس يعني. ساعدني اسعفنا نبيل ده وحس بكتمه كده وضيق نفس وتوتر. نبيل ده جابوه لي في الغرفه، هو جيراننا طوالي برضه قبضه. جابوه. فالحمد لله قدرت اتمكن واوصل لغايه المكتب، فتفاجأت بانه عندي نسيبي موجود هناك واخوي بعض الاخوان اتواجدوا. جيت خاشي بدمي ده، فكنت بفتش في طريقه بتاعت انه انا اشوف يعني طريقه اسعف بها نفسي من الشيء اللي حصل لي ده يعني. فاول المطالبات كانت من قبل الاخوان انه كيف انتم تعوقوا زول وتجيبوه بدون ادنى اي سبب، وفي نفس الوقت تخلوه دمه مدفق وبدون ما تسعفوه يعني. فدي في حد ذاتها كانت عملت جوطه. فواحد من الضباط المسؤولين الكبار ديل جاء في الوقت ده ذاته عشان يدارك الموقف ده، نسبة لانه عرف انه في مشكلة حصلت في الوقت ده، فدارك الموقف بانه يعني بدل الاجراءات اللازمة. فحولنا لمستشفى الشرطة، والحمد لله يعني بدوا معانا الاجراءات العلاجية بالورنيك 8 لغاية ما عملوا معانا الاسم شنو ده اكس رايس وفحص الكامل وكده وهناك. فالحمد لله يعني مرقنا من هناك وجينا راجعين القسم، وبعد كده اتحركنا تاني ومعانا التيم اللي كان اصلا في المشكله ومعانا الضابط، وتحركنا القسم الاوسط عشان نبدا الاجراءات تحت فتح البلاغ. وما كنت عارف انه الاخت توفت الا بعد صلاه الصبح. طيب اتفاجأت الذي عفى الوالده والمرحومه في الحقيقه الوالده اسعفوها الجيران يعني. النازل بعد الكلام ده ما حصل ما في واحد يعني قدر انه في انسان اتضرب وفي دم سال ووقف. انا بقول لك انه الوالده بتمسك في العسكري بتقول له انت ماشي وين وقتلت بنتي. فكان تصرفه اهوج جدا جدا، يقوم يتصرف يشيل بالدبشك بتاع السلاح يضرب الوالده يكسر يدها ويعوقها في جبهتها. يقبل الاسعافات ذاتها تمت من قبل الجيران يعني والمرحومه برضه، والحمد لله رب الناس ما كانت عارفه انه المرحومه ماتت في البدايه. لا، المرحومه دي بعد ما وصلت المستشفى حتى توفت يعني. الطلقه كانت وين؟ الطلقه كانت في الراس. تعمدوا خلاص. فده كل الحدث اللي حصل، وربنا موجود والعداله هي بتحقق يعني بتحقق الحق للناس، وربنا موجود يعني في كل الاحوال. وده شيء حصل يا جماعه عشان يكون عبره لكل الناس، والناس تعرف يعني تحكي المشاكل. احنا ما في غابه، احنا وسط مجتمع واسر وبيوت يعني. علينا نحترم بيوتنا ونحترم كل حاجاتنا بالمعروف يعني. فأي شيء ده شيء ما يعني ما في أهل السودان ولا في بجد يعني حاجة بتعجب السودانيين. دي حاجة دخيلة علينا وتصرف دخيل وعمل ما مسؤول يعني من ناس يعني ما مؤهلين إنه يكونوا في مناصب زي دي يعني ويديروا شؤون يعني أسر يعني موجودة يعني. فالحمد لله يعني أنا بقول الكلام ده يعني بجد يعني مش عشان يعني تكون في مسألة، لكن الحق والقانون هو اللي بيحقق يعني الشيء، ورب العالمين هو موجود والحمد لله رب العالمين. شكرا.